في حاجة كتير جدا من الناس بمختلف أعمارهم بيعملوها، وللأسف ممكن تحول حياتهم لحياة صعبة بشكل رهيب. ممكن يكونوا بيعملوا كل ده من غير إدراك. الحاجة دي هي إنهم بيحولوا كل موقف مش على هواهم أو ابتلاء لمعاناة. زي مثلا شخص فقد شغله فيبدأ يقول لنفسه طب أنا أروح فين دلوقتي، واشمعنى أنا، وأنا كده مش هعرف ألاقي شغل تاني، وكل الكلام ده. لو اتعامل مع نفسه بالطريقة دي، هو كده قابل الموقف بأكبر طريقة سلبية، وحول الموقف كمان لمعاناة ومصدر للقلق والاكتئاب. فأرجوك بعد ما تخلص الفيديو ده اسأل نفسك سؤال بسيط كده بينك وبين نفسك: هل أنا الشخص اللي بيحول كل موقف أو مشكلة لمعاناة، لمأساة، لتعاسة، لعدم رضا، ولا لأ؟ لو لقيت نفسك بتعمل كده ولو بجزء بسيط، فأرجوك اهرب من الفكرة دي، لأن الفكرة دي لو أنت اتعاملت بيها مش هتسيبك، ومش هتعرف تطور من نفسك مهما عملت. الشخص اللي بيتعامل بالفكرة دي مهما دعا، يعني لو بيدعي كل يوم إن حياته تبقى من غير تحديات، مستحيل ده هيحصل. بالعكس، ممكن يصاب بخيبة أمل كبيرة جدا وتعاسة مستدامة، لأن التحديات والابتلاءات والمواقف اللي مش على هوانا هي جزء لا يتجزأ من الحياة نفسها ككل. الحياة أصلا من غير تحديات لا تستقيم. عمرك شفت حد اتولد ومات من غير انتصارات وهزائم، فرح وحزن، فوق وتحت، مكسب وخسارة؟ مستحيل. عايز أقولك إن الطريقة اللي بتتعامل بيها مع مشاعرك وقت ما يحصل موقف مش بتحبه، يا إما بتقويك يا إما بتضعفك. فبلاش تقول أنا مش هعرف ألاقي شغل تاني، قول أكيد ربنا بعت لي الفرصة دي علشان أحسن من نفسي وأعمل CV كويس وأتعلم حاجة جديدة وأقدم في مكان أحسن. قول خلاص أنا رزقي انتهى هنا، لكن رزق حد تاني ابتدى. ركز على إنك تتعلم من الخطأ وتطور من نفسك. بلاش تركز على اللوم والعتاب لأنه مش هيفيدك في أي حاجة. وبلاش تبص للمشاكل على إنها عقبات. المشاكل فعلا ممكن تبقى فرصة جديدة للتحسين والتطوير، خاصة في إظهار نقاط قوتك وتحسين شخصيتك. وأرجوك استمتع بالرحلة كلها ككل، بلاش تركز بس على النهاية. الحياة كلها تجربة. ويمكن من أفضل التشبيهات اللي اتعملت في الموضوع ده إن الإنسان في الحقيقة عامل زي القلم الرصاص. القلم الرصاص ده علشان يرسم رسمة حلوة أو يكتب كلمة لازم يتبري ويتبري 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 بعد كل كسر. وعلى الرغم من إن عملية البري دي عملية صعبة جدا للقلم، إلا إن من غيرها القلم ده ملوش أي 60 لازمة. هتعدل كتير من أخطائك وتتعلم منها، وهنا بيجي دور الأستيكة، لأن الأخطاء دروس كبيرة جدا علشان نحسن من نفسنا. هتسيب علامة في كل مكان بتحتك بيه، لأن فعلا ليه قيمة. وخليك فاكر إن أهم جزء منك هو أعمق جزء فيك، روحك. فأرجوك اهتم بيها. مساء الفل.